الله. طيب حضرتك بتشوفنا الان على الهوا ولا ولا يعني؟ لا على الهوا. طيب على الهوا معاك حضرتك. طب احنا هنعرض الحاله مع حضرتك دلوقتي، وعايزين راي حضرتك التحكيمي في الحاله. اتفضل. تحت امرك تحت امرك. كرة مع حفني اهو بيلعبها في ال 18 لعمر جابر اللي بيقع على حدود ال 18. اتفضل يا كابتن. هنعيدها تاني يا جماعه. ايوه اتفضل اتفضل. اتفضل يا كابتن. معاك يا كابتن طارق. ايه رايك ايه في الحاله يا كابتن عبد الستار؟ شوف حضرتك، يعني التلامس اللي تم ما بين المدافع والمهاجم هو التلامس الطبيعي المسموح به في كرة القدم. تمام. وخصوصا ان الجنب في الجنب، اللي هو حته الكتف القانوني يعني اللي بيتكلموا عليه. مش حكايه كتف قانوني، يعني الجنب في الجنب يعني ايه؟ يعني ما قابلوش واعاقه. ايوه ايوه. مفيش عرقله في مواجهه عمر جابر للمرمى. مفيش عرقله ومفيش انه سد عليه طريقه، ده بيجروا الاثنين بالجنب. تمام. والتلامس مش موجود. وضع اليد ده بيمسك بايده، ده بيمد بايده، ده التلامس الطبيعي اللي في كرة القدم. تمام. بدليل ان الايد اهيت متشاله بتاع المدافع وطارق ولسه عمرو جابر واقف على رجله. خد بال حضرتك، يعني هنلاقي ايد المدافع اهيت واضحه اهيت. تمام. وعمر جابر لسه واقف على رجله. يعني هو المدافع اللي معايا ابراهيم حسن، مدافع مدافع سموحه. ايده ايه باينه يا كابتن، اثبتوا يا جماعه هنا. ايوه الفريم ده. ايد ابراهيم حسن اهيت مالهاش بعيده عن جسم جابر كامله. اي تماما. يعني انا شايف انها لعبه سليمه ما فيهاش اي ركله جزاء. تمام. نعم. يعني ليس فيها مخالفه ولا ترتقي حتى لاحتساب. لا ما ترتقيش حتى لو نقول انها ركله حره مباشره من خارج ال 18 تبقى فاول. يعني حتى لو دي خارج ال 18 ما اديش فاول فيها، يعني حتى المدافع وقع قبل المهاجم. تمام. يعني لو شفت حضرتك في لحظه الوقوع هتلاقي المدافع وقع قبل المهاجم ما يقع. تمام. وطبعا يعني ديت يعني كل ده وارد في كرة القدم وفي التحكيم. تمام. اذا كابتن عبد الستار بنشكر وجود حضرتك معانا وايضاحاتك التحكيميه في بيت الرياضه. الكابتن عبد الستار علي حكمنا الدولي بنشكر حضرتك. وخلونا نقول ان قرار غير المسار، وسمير عثمان لم يحالفه الحظ وفق حديث الساده الخبراء التحكيميين في احتساب ركله جزاء لصالح الزمالك. خلونا نتحول مشاهدينا لخبر جديد.